بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن ازاي تعرف الذكر من النتاية في عمر العمر الزغاليل. يعني ازاي انت طالع لك جوز زغاليل تعرف انهي الذكر وانهي النتاية. الحاجات دي حاجة يعني بتبقى حاجة يعني استثنائية، مش بنسبة 100% يعني. بس بنحاول على قد ما نقدر بتجيب معانا ان شاء الله. اول حاجة المواصفات، الشكل يعني دول جوز زغاليل طالعين مع بعض اهم. بيبقى بنسبة كبيرة الذكر بتبقى راسه كبيرة زي ما احنا شايفين الفرد ده كده. الراس بتبقى كبيرة شوية، بالعكس النتاية بتبقى راسها صغيرة. يعني احنا حطينا الاتنين جنب بعض اهم، تحس ان راس ده كبيرة شوية عن راس ده. فبنسبة كبيرة الذكر بتبقى راسه كبيرة والنتاية بتبقى راسها صغيرة. ده رقم واحد ان شاء الله بنسبة كبيرة بتعرفك الذكر من النتاية. تاني حاجة الذكر بيبقى واخد حجم اكبر. يعني انت بيبقى طالع عندك زغلولين ان شاء الله بنسبة كبيرة الذكر بيبقى حجمه الكبير. يعني الحجم ده الزغلول ده اكبر من الزغلول ده. هم طالعين مع بعض في عش واحد، ولكن فيهم واحد اكبر من واحد. فاللي بيبقى حجمه كبير بنسبة كبيرة بيبقى الذكر. يعني الذكر بيبقى حجمه كبير وراسه كبير. النتاية بيبقى حجمها صغير وراسها صغير. الذكر كمان بيدافع عن العش بتاعه. تبص تلاقيه لما انت بتحطه في العش بيقعد يضربك بجناحه. والذكر ايه؟ عشان انا مطلعه بره فخايف شويه، بس انا لما بحط ايدي في العش بتلاقيه هو يضربك بجناحه. الذكر بنسبة كبيرة بيدافع عن العش بتاعه، بيعمل حركة كبيرة. اما النتاية بتبقى يعني مسالمة شوية. دي بنسبة كبيرة في موضوع معرفة الذكر من النتاية. لو جينا في جوز زغاليل أكبر سنة في الحجم برضو في العمر، يعني دول عمرهم 20 يوم. دول الصغيرين دول عمرهم حوالي 15 يوم. في العمر الكبير برضو نفس الوضع. يعني اهو ديت النتاية اهي حجمها بيبقى اصغر شوية، راسها صغيرة، والذكر اهو حجمه بيبقى كبير شوية. يعني الذكر اللي هو الازازي ده اللي هو ده بيبقى بص بيضرب بجناحه ازاي اهو. ولما حتى بتقرب منه بيحاول يضربك بجناحه. ده بيبقى بنسبة كبيرة الذكر. النتاية بيبقى حجمها صغير شوية. يعني لو جبنا النتاية اهي النتاية راسها صغيرة شوية وتلاقيها مسمسمة كده وراسها صغيرة، بعكس الذكر تلاقوا راسه كبيرة والعظمة بتاعت المنقار بتاعته كبيرة. فبنسبة كبيرة دي احنا بنعرفوها ان ده ذكر او نتاية. يبقى احنا دلوقتي سواء في العمر ده او العمر ده بيبان معاك في وش الزغاليل الجزء اللي طالعين لك الذكر بيبقى حجمه كبير وراسه كبيرة وبيدافع عن العش بتاعه، بعكس النتاية بتبقى راسها صغيرة وحجمها صغير وبتبقى حركتها بطيئة شوية. لو عجبكم الفيديو ادعوا لنا دعوة كويسة. اخوكم طاهر محمد صالح الشهير ابو سلمى، والسلام عليكم ورحمة الله.